صح المشاكل بيننا احنا كجزائر موالفين رجال على كل حال. نحلوا مشاكلنا كعرف. نحلوا مشاكلنا بالزروطه اذا كان لازم الحل، ولكن نحلوها بيناتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جبت لكم فيديو من أخطر الفيديوهات دخلوا في بعضهم. المرار كاب أسعد لا شرعي تخلطت بينه وبين منار أسليبي. حاشاكم خاوتي، يعني كي قلت لكم واحد الوقت يا خاوتي كي تلقوا أسعد لا شرعي غير ما تدخلوش معاه في الفيديوهات، لا هو لا منار أسليبي، خلوا عليهم يتقاتلوا في بعضهم. ها مراهم بداو يدوروا على بعضهم، دا القوي يأكل الضعيف. درك تشوفوا الفيديو كيفاش ربحوا لبعضهم. مهم خاوتي نزيد نوصيكم كي تلقاو أسعد لا شرعي ولا منار سليبي غير ما تدخلوش ليهم لانهم مجانين، وهو الفيديو درك ياكد لكم بلي مجانين. كامل لايك خاوتي وخلي خاوتكم الجزائريين يجوا يشوفوا هذا الفيديو باش ثاني هما ايفيتو هذا اسعد لا شرعي. وخلي عليهم خاوتي، خلي عليهم ياكلوا بعضهم. احنا على بالنا باللي رايحين ياكلوا بعضهم، لانه الجزائري اذا جبد روحه يلقى روحه فاس فاس مع المراركه. وهاكم تشوفوا النفاق درك. لا والصور. نجيو للمجموعه ديال الاسئله اللي وصلتني بخصوص تصريحات ديال اسعد الشرعي. جوج ديال التصريحات او اكثر وصلتني مجموعه ديال الحوايج كيقول لك شنو الراي ديالك. اول حاجه نعرفوها، الثوابت ديالنا حنا ما كنسمحوش لاي واحد انه يمس بالثوابت ديالنا سواء بطريقه مباشره او بطريقه ضمنيه. عندنا الثوابت ديالنا حنا، الثوابت ديالنا هذه المسائل خط احمر كما كنتشاركوا مع مجموعه الاخوان قالوها وعبروا عليها. الملك قال نعم اقسم بالله وسب الله ما تتحرك فيك شعره واحده ولا تتحرك فيك شعره واحده، وربما تمر على سب الله وسب الذات الالهيه وسب كل شيء دون ان يتحرك فيك جفن، لكن عندما يسب الملك تعمل في هؤلاء المحبين الغيورين حبوه. خط احمر، الثوابت ديالنا ما نسمحوش لشي حد نهائيا انه يمس بالثوابت ديالنا. عندنا المؤسسه الملكيه الضامنه ديال الوحده، الضامنه ديال الاستقرار، المكون ديال الامه الدوله المغربيه، التاريخ، الرمزيه ديالها. هاد الامور عندنا حنا مهما كان شكل اي واحد يدير تصريح حنا كيتصدوا ليه في هذا الجانب. هذه مسائل الثوابت ديالنا حنا. حنا عندنا البلاد ديالنا ملي كنقولوا امه دوله خاص الواحد يعرف شنو المعنى ديالها. همسه او قرصه اذن لدعاة التطبيع ومبرري التطبيع. من امس والكيان الصهيوني يقوم بمجازر مفجعه، اغتال قيادات في حركه الجهاد وفي سرايا القدس. منذ يومين قتل، بل اليوم قصفوا اسره 3 بنات اللي في البيت كلهم، طحنتهم الآلة العسكرية لهذا الكيان الصهيوني اليهودي الخبيث. هنا يدخل دعاة التطبيع ومؤيدي التطبيع الشعبي. أما الأنظمة لا نعول عليهم في شيء، لا تعولوا على أي نظام عربي أنه سيخدم فلسطين. انسوا كل هذا راه دخل هو جابها ستيل باش يطيح الملك المغرب، صح باه يرضيهم لازم يطيح ثاني الجزائر. ونحن اسيادك الجزائريين، المنتن، العميل، المرتزق تاع الصرف، نحن اسيادك، نحن كونتر التطبيع. نعم، مع فلسطين ظالمه ولا مظلومه. الأنظمة العربية بدون استثناء لن ينفع فلسطين أي قائد عربي. من الآخر أنا أتكلم عني وعنك اللي إحنا العاديين، أنكم ستقعون في مأزق أخلاقي. لم تكن يا أسعد لا شرعي أنت أكبر منافق شفته على وجه الأرض، لأنك يوم كنت تستنجد بالجزائريين وتقول لهم الجزائريين رجال وبلد المليون شهيد وبلد من والمراركة كنت تطيح للعياشة صباح وعشية، كنت تقول للجزائريين باللي بلد الرجال، وأي واحد يطيح للجزائر يطيح الأسعد لا شرعي. احنا رانا ماناش نستناو الود منك، لأننا لا نحتاج المنافقين في خطنا الحربي، لكن أنت يا وحدك خنت عهدك مع الله. كيف لا تخونوا فلسطين؟ مأزق أخلاقي عندما يأتي الكيان الصهيوني ويرتكب المجازر. أنت تلمع كيان خبيث، كيان قاتل، كيان مجرم، وفي كل مجزرة يرتكبها الكيان الصهيوني أنت ستعيش صراع نفسي، صراع أخلاقي. وأنت اليهود سلام الله على إسرائيل، واليهود أحبابنا، واليهود كذا، وإحنا مع التطبيع، وإحنا كذا، والتطبيع مغذي ولذيذ وكذا. هم اليوم الكيان الصهيوني يرتكب مجازر في الشعب الفلسطيني في غزة. الكيان الصهيوني يرتكب مجازر في الشعب الفلسطيني في غزة.
ما هو موقفكم؟ ما هو دوركم؟ هل ستنتقدوا التطبيع؟ هل ستعرفوا أن التطبيع جريمة؟ تطبيع جريمة وليس وجهة نظر، ليس رأي. يعني واحد يقول لي نحر، هذه وجهة نظري. بلا وجهة نظرك، بلا رأيك، وطز فيك أنت وجهة نظرك ورأيك. هذا جانب لا نقاش فيه، ما نسمحوش لأي واحد نهائيا. هذه الثوابت ديالنا حنا ما كنسمحوش لأي واحد أنه يمس بالثوابت ديالنا، سواء بطريقة مباشرة أو بطريقة ضمنية. عندنا الثوابت ديالنا حنا. وهل يخفى القمر؟ هل يخفى الشيخ محمد الفزازي؟ هو شيخنا اليوم، هو ضيفنا اليوم، يعني أنا أحبه كثيرا وأحترمه كثيرا. تعرفوا ايش رد علي الشيخ محمد الفزازي يا جماعة؟ تفضل احكي. قلت له أمي تسب. قال لي نقول لك بصريح العبارة أمك لا تعني المغاربة، يعني بمعنى طز في أمك، يسبوها. يهمنا الملك حقنا. النقطة ايوه المهم تستاهل، هم يسبوا لك امك يسبوا لك باباك، لكن المراه كمان مش رجال على كل حال. تهضروا كون طيح لهم غدوه ثاني تجي ترضيهم يرضاو مساكين. المهم حاجه تطيح الجزائر يقبلوا. يا اخي بيتك هو في الدار، وبلا ما نحكي لك الحكايات الاخرى. النقطة الثانية، ما نسمحوش لشي حد انه يقارننا حنا مع الجزائر. حنا راه المغرب 13 قرن. الصباح كنشوف كل عشيه كنشوف في القمر، وكنشوف محمد الخامس في القمر، وانا كنشوفه في القمر. ياك كنشوفوا القمر يصوروا لنا ان محمد الخامس قال، هما قالوا لنا بان في القمر، بان محمد الخامس في القمر. لهذا القضية ديال السيارات، حنا العلامة ديال السيارات المغربية كيفاش؟ ترى حنا تاريخ. واش الناس ما جايبينش الاخبار؟ الا كان شي واحد غيجي من برا ويقول لك كيفاش نتوما كتصنعوا، كيفاش الناس ما سقيش اخبار، ما عارفينش حنا شنو فين وصلنا في التطور. حنا راه كنقولوها قوه اقليميه. المنتوج الشهر الجاي ونبداو نفرقوا على السوق المغربي ان شاء الله، نبداو به هو الاول. كنبغي نقول لكم انني فخور الحمد لله، لان من بين الناس اللي ساهموا، اللي كيساهموا كل نهار في انجاح هذا المشروع الوطني. بالنسبه لنا حسنا مشروع، هذا مشروع وطني اللي الحمد لله كل شيء المغاربه كيترقبوه. اول حاجه نبغي نشير لها هو ان الحمد لله هذا المشروع مبني على شباب مغاربه، اول حاجه. ثاني حاجه هو ان المويان داج ديالهم ما كيفوتش 50 سنه، وعندهم من الكفاءه اللي غتخلينا هذا المشروع ان شاء الله يكون في مستوى وحسن الظن ديال المغاربه كاملين. لا امبوسي، ما يمكنش امبوسي. حنا كنحاولوا ان نحترموا جميع المعايير والضوابط اللي كتلتزم بها اي شركه في صناعه السيارات. وكاع الفئات ديالنا او كاع لي دومين عندنا، دونك كنبداو من لا كونسيبسيون، كنمشيو للديفلوبمون، لو ريشيرش ديفلوبمون، وكنمشيو للمراحل ديال الانتاج من المغرب من الطولغي، البانتير، المونتاج. بلا ما نساو كاين المشروع، كاين الدومين ديال اللوجيستيك او السورسين اللي تا هو كاين فيه كفاءات من خيره الشباب المغاربه اللي خدامين معنا في هذا المشروع. الحمد لله حنا كنسهروا ليل ونهار، خدمنا ليل ونهار باش المنتوج يكون عند حسن الظن، وباننا نعطيو واحد الصوره زوينه على المغرب وعلى الكفاءه المغرب. كيفاش تقارنوا حنا مع البلاد ديال الكبرانات؟ حتى البلاد ديال الكبرانات راه باقي ما لاقيين ما ياكلوا، ما كايناش الدوله اصلا في البلاد ديال الكبرانات. ثم ها الامور بيننا حنا، غدا السيارات الانتاج ديالهم وغادي يمشي للسوق الافريقيه ويوصل للسوق الاوروبيه والاسيويه وكل شيء غيشوف. حنا راه عندنا باش الناس يعرفوا، راه هاد الهجومات كامل اللي جات من دول واشخاص وغيرهم، السبب ديالها هو هاد التحول ديال المغرب الى قوه اقليميه. شاب مغربي يخترع اول سياره تعمل بالهيدروجين. تعليق سريع ما كاينش اول، سمح لي، هذا خطا كبير. خاوتي هذا اللي جبتو لكم هذا مروكي، هاو فضحهم قال لهم ما كايناش كاع هذه الحكايه، قال لهم راهم غير يخرطوا عليكم. هاو ليك كنت في كاليفورنيا في 2005 جات بي ام دبليو سياره بالهيدروجين وسقتها بيدي، سقتها 2005 كانت سياره ديال الهيدروجين. كاينه سياره الهيدروجين كانوا شحال على حسب شنو تنعيط شنو نسميو، لان كاين ما يسمى ب بيلا كومبوستيبل، بمعنى هادو لي بيلا كومبوستيبل بحال البطاريات يستعملوا الهيدروجين والاكسجين ديال الهواء. سهل تاخذ الاكسجين ديال الهواء وتاخذ الهيدروجين، عندك واحد الزان ديال الهيدروجين وكتزيد
كومبينيهم بيو بدون مواد حافظه. كاينش تيخرج منها ما كاين لا دخان لا والو، تيخرج منها الماء. ملي كتكومبيني ملي كتمزج الهيدروجين مع الاكسجين تيخرج الماء. كاين شحال دونك ماشي جديد ماشي جديد، اسمح لي ما خصناش واش اللي قالوا الناس. هادشي اللي قالوا لنا دابا بزاف الحاجه الجديده واش انا لي كارتوش يقول لك غادي ناخذوا الكارتوش وننزلوه هكا ونبدلوه، وهذاك الا بداك الكارتوش هذا الهيدروجين غادي تعطيني واحد 600 و700 كيلومتر. خصني نشوفها بعيني. انتظار تشوف وعاود اكد لي. هنايا قال لك انا ما نامنكمش المراركه، هذا راه مروكي في الامريكان، قال لكم انا ما نامنكمش حتى نشوفها بعيني وناضي يضحك. يعني الحكايه راهي ما كانش منها، راهو خرطي في خرطي. نزيدو نكملوا مع منار الشليبي. الناس يفهموا هذه المساله هذه. راه عندنا استراتيجيه ديال جلاله الملك. رجعوا شوفوا، انا غنقول واحد الجمله يفهموها الناس مزيان. رجعوا شوفوا المجهود اللي تبذل في ناخذوا 23 سنه الاخيره. وغنقول واحد المساله، تحولنا لقوه اقليميه ومشينا لافريقيا، والان دول كتهاجمنا. علاش؟ كي تسمع منار الخريطي كيفاش يخرط الدوخ تقول والله يا المروك هذا غير جنه. يا اخي جبت لكم فيديوهات زيدوا في الخلا، ما لقاوش الطريق باش توصل ليه من الحمايه المدنيه ولا باش توصل ليه الا بالطائرات، وما نعرف. يا ديتو ما تكذبوا، معليش نروحوا في الكذبه تاعكم بس، ونروحوا المواقع نتاعكم. اصوات مغاربيه قال لك عندنا 20 سنه وحنايا نضخوا في الاموال. يا ارواح سيدي نشوفوا ضخوا اموال ولا فساد. المغرب نسبه مهمه من الطرقات تحتاج للصيانه وبعضها يختفي خلال سنوات. صح، يتوفر المغرب على شبكه طرقات طولها 57,000 كيلومتر، 43,000 منها معبده تربط مختلف جهات البلاد. ورغم ذلك تتحدث أرقام رسمية عن حاجة نسبة مهمة من الطرقات للصيانة، خصوصا تلك التي تربط القرى والأرياف. وأنفق المغرب ملايير الدراهم خلال 20 سنة الأخيرة في تطوير البنية التحتية. قال لك باش يجيبوا الاستثمارات الأجنبية كما هدرها منار سليبي يدوخ في العياشة. فوفق المعطيات التي نشرتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، أنجز المغرب حتى الآن 1800 كيلومتر من الطرق السريعة، يعني 1800 كيلومتر. قال لك حتى ل 2000 رايحين نخدموا 3000 كيلومتر. يا معليش منار الخريطي قلنا لك كي تبدا تخرط قد روحك. اي صح انتم درتوا على اسعد الله الشرعي به طيع زاد طيع حكم. هذاك اصلا وجهه مبخوص، هذاك انسان ماهوش راجل. لو كان راجل راه على باله باللي صح منافق، هذاك ما نبقاش نحكي عليه لانه ما يسواش حد شيء. معايا درك الطرقات في الجزائر. شوف الموسخ. نعاودوا نرجعوا لكم هنا. اكدوا لي على 57,000 كيلومتر، 43,000 منها معبده. يعني قال لك 43,000 منها معبده، يعني نصها بيريمي، وما قدروش يعاودوها لانه الدراهم ما كانش. صح، ادخل معايا هنايا شوف معايا قداش كاين عدد الطرق المعبده بالكيلومتر. شوف الجزائر حاليا ثاني دولة إفريقية من حيث طول شبكة طرقات بأكثر من 140,000 كيلومتر. 140,000 كيلومتر. وما قالش الجزائر وزيد يقول لك دولة إقليمية وما يحشمش. هو عنده 43,000 كيلومتر، وأنا قلت لكم 43,000 كيلومتر ونصها ما يصلحش. هنايا 140,000 كيلومتر، حيث تم تشييد وبناء طرقات توسعية طاقتها الاستيعابية من خلال إنجاز شبكة طرق سريعة. كل هذا يساهم في تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني. دوك نتايا حاليا الجزائر عندها 51 مطار، 36 مطار مفتوح لحركة الطيران، عندها 52 ميناء موزعة على الساحل الجزائري، من 11 ميناء تجاري. أما فيما يتعلق بالجسور فقد بلغ عددها 11,000 جسر من مختلف الأنواع. يا روح اجبد لنا نتايا في الجسور غير 1000 برك. 1000 قوة. انتم يا ودي انتم قوة ذروطية أو مضروطة، هذا ما كان.